احنا اخر مرة اتعلمنا عن الميثودز واخدنا الديبج.log. هنتعلم المرة دي ميثود اسمه destroy. ده مجرد بيدمر الجيم اوبجكت، ولو ليه اي اطفال هيدمرهم هما كمان. يلا بينا نعمل سكريبت. طريقة كتابة الميثود دوت كالآتي: بعد كده قوسين سيركل، ما بين القوسين سيركل دول هنكتب game object، في الاخر هنكتب سيمي كولون. ده هيدمر الجيم اوبجكت اللي محطوط عليه السكريبت دوت. احنا عندنا سكوير ده عايزين ندمره، هنحط عليه الدستروي سكريبت وهنشغله. بدأنا اللعبة ومش لاقيين السكوير عشان هو اتدمر. احنا كنا عاملين اخر مرة السكريبت دوت. احنا بقى هنيجي نحط الديبج.log ده في الابديت، وعندنا السيركل ديت هنحط عليها السكريبت دوت. لما نشغل الجيم هنلاقي ان في الكونسول عمال هو يبعت write anything here عشان حطيناه في الابديت. هنيجي بقى نحط السكريبت ده على سكوير ده اللي عليه اوريدي الدستروي سكريبت. هو بعت مرة واحدة بس مع اننا كاتبين هنا يبعت على طول. ده علشان الجيم اوبجكت اتدمر، مفيش اصلا جيم اوبجكت وعليه السكريبت ده علشان يعمل البرنت دوت. الدستروي ميثود كاننا احنا هنا كده عملنا رايت كليك ودوسنا ديليت، ولكن احنا عندنا فوق هنا في الانسبكتور لما نعمله سيلكت عندنا الزرار ده، ولكن الدستروي غير لما احنا ندوس على الزرار ده. لما ندوس عليه هنلاقي السكوير كأنه مختفي، كأنه مش موجود في اللعبة اصلا. ولو عليه اي سكريبتات ونشغل اللعبة مش هيشتغل اصلا السكريبتات دي، ولكن هو ممكن لسه نرجعه، يعني ممكن ندوس على الزرار ده وهيرجعه. احنا بقى لو كنا عايزين في السكريبت نخلي الكود يدوس على الزرار ده ممكن نكتب ده. هنكتب الاول جيم اوبجكت، لازم الاو تكون كابيتال. هنكتب دوت كابيتال اس set كابيتال اي اكتف البراكتس السيركل، وهنكتب فالس. ده لو احنا عايزين نقفله. شغلناه لقينا ان السكوير لسه موجود في الهيراركي ولسه ممكن نعمل له سيلكت، ولكن الزرار ده مقفول فكأنه مش موجود، وممكن ندوس هنا وهيرجعه تاني. طيب هل ممكن من الكود ان احنا نخليه يرجع تاني؟ ينفع، ولكن مش هنقدر نحط السكريبت على الجيم اوبجكت اللي هو اصلا كأنه مش موجود عشان السكريبت مش هيشتغل. احنا هنحتاج نحط السكريبت ده على جيم اوبجكت تاني ونغير من الجيم اوبجكت التاني ده الجيم اوبجكت الاولاني ونخليه set active true. احنا هناخد ده ان شاء الله المرة الجاية.